عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم وحيثما وجدتم. إذا رياض محرز بدوره يعارض زميله ياسين إبراهيمي حول قرارات الحكم جسامة، وأنه قد لعب دورا كبيرا وحاسما في إقصائنا من التأهل إلى المونديال، حيث ظهر قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز في شريط فيديو متداول يتحدث فيه عن الإقصاء المر الخضر من التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022 على يد المنتخب الكاميروني، وعكس التصريحات الإعلامية الأخيرة لزميله في المنتخب ياسين إبراهيمي المثيرة للجدل، والتي بدأ خلالها وكأنه يصفي حساباته مع المنتخب الوطني جمال بالماضي. أكد محرز أن حكم الساحة الغامبي بكاري غسامة لعب دورا حاسما في إقصاء الخضر من التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022. ووصف الجناح الطائر النادي مانشستر سيتي الإنجليزي الطريقة التي أدار بها الحاكم الغامبي للمباراة بالسيناريو الذي لا يصدق، مشيرا إلى أنه مر بوقت عصيب عقب الإقصاء. وتابع محرز قائلا أنه وبعد شهر من الإقصاء أمام الكاميرون عاش سيناريو مماثل مع السيتي عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني. في الأخير إخواني في الله، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله، وخاصة وأن قناتنا جديدة يرجى دعمنا بالاشتراك وإضافة التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى جديد الأخبار.